المغربي غادي يلعب في التيران ديال الرباط جديد، ولكن خاصك تعرف حاجه واحده، قسما بالله الا مصدوم اخيرا وبعد سنوات اخيرا غيولي عندنا تيران اللي غيكون فيه الجمهور قريب من اللعابه، يعني بلا دوك العاب القوى داك ليسباس اللي كاين بين الجمهور والتيران كيهرس الفراجه. خصكم تعرفوا هذه القضيه. انا ما كرهتش التيرانات كاملين ديال المغرب يكونوا بحال التيران ديال الرباط، حيت التيران ديال الرباط كيفاش غنقول لك جديد، كندوي على التيران الرباط جديد، غتحس بالفراجه صاحبي، وغتشوفوا الجمهور كيفاش غادي يكون منفعل مع اللعابه، غتكون لومبيونس، وهادشي كامل ربح الكره المغربيه وربح المغرب وربح لينا حتى حنا كجمهور. ما كرهتش هذا داك ليسباس ديال الالعاب القوى ما يبقاش كاع، ما يبقاش في التيرانات بحال البريمير ليغ. عمرك شي تيران في البريمير ليغ كاين داك ليسباس الكبير، عرفتي راه كتهرس الفراجه بحال ما كتفرجش في الماتش، كيبان لك اللعاب بعيد. اما فاش كيكونوا ما كاينش داك ليسباس دوك ديال الالعاب القوى فين كيجريو، فكتفرج بواحد المتعه، كتحس باللعاب قريب لك، كتشوف كل شيء ناضي. فانا فرحان بزاف. هاد التيران ان شاء الله غيتلعب فيه الماتش ديال المغرب والنيجر، غنشوفوا المنتخب، وماتش غيكون حلاوه سيرتو بالتيران جديد. خويا انا فرحان بهاد التيران حيت شفتو في التصاور ما شاء الله تيران في المستوى، وكيقول لك من احسن التيرانات حاليا في افريقيا. دونك مبروك علينا، نتلاقاو الدراري في 5 في شهر 9 ان شاء الله. والافونتاج ديال التيران الجديد ديال الرباط هو انه الاغلبيه ديال الماتشات، يعني 90% الماتشات ديال المغرب في كاس افريقيا ان شاء الله اللي غتنظم في المغرب غيتلعبوا في هاد التيران. فهادي اخبار زينه كما كنقولوا حنا. هادشي اللي كاين. السلام عليكم.